اسهل طريقه تذاكر فيها الفيزياء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دفعه 2024 ازيكم عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعه 2023 علم علوم. جاي ان شاء الله اتكلم معاكم في الفيديو ده ازاي تذاكر فيزياء صح، ايه هي اسهل واحسن طريقه مذاكره فيزياء. ان شاء الله بعد ما تسمع الفيديو الفيزياء بالنسبه لك مش هتبقى بعبع ولا حاجه ولا هتبقى صعبه، ان شاء الله هتبقى كويسه بالنسبه لك وهتبقى من المواد السهله. الصراحه انا عن نفسي من المواد اللي كنت بخاف منها جدا جدا وكنت بقلق منها قوي هي الفيزياء. على قد ما كنت بقراها الصراحه ما كنتش بحبها، على قد ما كنت بحب احل الاسئله بتاعتها حتى لو بحلها غلط، بس كنت بحب اندمج مع الاسئله بتاعتها وكنت بحب احلها جدا. واكتر حاجه حببتني في الفيزياء وهي الفيزياء الحديثه، من امتع الابواب الصراحه اللي كنت بحبها جدا وكنت بفهم منها من اول الباب الخامس لحد الباب الثامن، وبالذات اللي حببني فيها اكتر المدرس اللي كنت باخد معاه ربنا يبارك له. تابع معانا وهوريك ذاكر. اول حاجه واهم حاجه يا شباب، طبعا يعذروني على الخط المقرف ده، انا عارف والله ان يعني ايه الخط يعني ابشع ما يكون، بس يعني سامحوني. دي طبعا اهم حاجه كنت قايل لكم عليها في فيديو قديم، انك تبقى محضر لكل ماده الكشكول بتاعها. انا كنت عارف ان ده كشكول الفيزياء وكنت كاتب عليه ومحضره عشان وقت ما اذاكر فيزياء الاقيه قصادي كنت بذاكر ازاي. تعالى اضرب لكم مثال باول درس خالص الفيزياء وهو التيار الكهربي وقانون اوم. فبرضو انا بعتذر لكم جدا جدا عن الخط، يعني سامحوني. بس والله يعني انا اتعودت على كده، خطي للاسف مش حلو، بس ان شاء الله اللي جاي خير يعني. كنت بذاكر ازاي؟ اول حاجه انا دلوقتي مثلا مع المدرس بتاعي بعد ما خدت معاه الحصه، طبعا كنت مثلا لو انا كنت من النوع اللي بينسى كتير، عشان كده كنت بسجل الحصه ريكورد من برنامج المسجل، وكنت لما بروح بيت وبلاقي حاجه مش فاهمها او صعبه بالنسبه لي كنت برجع للريكورد اللي انا مسجله وكنت بسمع منه الحته اللي انا مش فاهمها. الكتابه دي جبتها منين؟ بعد ما المدرس بتاعي كان بيخلص الشرح بتاعه في السبوره كنت بصور السبوره، او هو مديني ملزمه كنت باخد الملزمه واكتب فيها النقط المهمه زي ما انتم شايفين كده، اهم تعريفات قوانين مهمه. يعني انا احاول بس اوضح لكم كويس. قوانين مهمه، طبعا مش محتاجين الكلام ده فهشخبط براحتي. اهم القوانين، اهم العلاقات، ارقام، ودي برضو اهم حاجه في الفيزياء تحتاجوها جدا في الفيزياء الحديثه. كنت في الاول الصراحه مش بزين الكشكول، كنت بكتب بلون واحد، انما مع الوقت طبعا دي كانت خطأ مني، بس مع الوقت طبعا بقيت اجدد واكتب بكذا لون بحيث ان انا يبقى نفسي مفتوحه للمذاكره. كنت بصور الدرس على التليفون، فكنت بروح البيت ابتدي ان انا اشوف التعريفات المهمه والحاجات المهمه وبكتبها كده زي ما انتم شايفين. ده طبعا اول درس التيار الكهربي وقانون اوم، طبعا مش كده بس، كان واخد مني كده صفحه برضو اهم التعريفات اللي محتاجها، اهم القوانين، كل ده كنت بكتبه لحد ما طبعا مستوى ده كشكول الفيزياء بتاعي كله طبعا، وكان كرشف لسه بقى الكلام ده بدري عليه. بس هوريكم لما تطورت شويه كنت بعمل ايه. انا طبعا الفيزياء خدت مني كشكولين، وبرده زي ما انتم شايفين زي ما كنت قايل لكم في الفيديو كشاكيلي كلها كشاكيل السلك. ده طبعا الفصل الثاني لما اتطورت شويه في حته الالوان، بس الخط طبعا للاسف زي ما هو يعني الحمد لله. ابتديت ان انا ازين بازرق واسود، مره ازرق واسود واحمر، اشكل في الكلام، دي حاجه كويسه جدا بتخليني حابب ان اذاكر حتى لو خطي مش حلو، بحابب ان اذاكر الحاجه كذا مره ورا بعضيها. بعد ما كتبت الدرس بقعد احفظ القوانين المهمه جدا واقعد احفظ التعريفات وابص على المسائل واحل فيها على قد ما اقدر، واللي ما بفهموش بكتبه في ورقه خارجيه عشان المدرس بتاعي يفهمهولي ويعرفني هي جت منين. يعني انا مثلا كنت ببقى قاعد على المكتب بتاعي بذاكر الفيزياء ازاي. طبعا انا برضو كنت قايل لكم في الفيديو محتاج تخصص مكان معين للمذاكره بتاعتك، ودي اهم حاجه، مكتب او مكان تذاكر فيه وتخليه مخصص للمذاكره. انا كنت لما مثلا بذاكر على المكتب جبت الدرس زي ما اوريكم، درس مثلا زي درس التيار الكهربي وقانون اوم، كنت بقعد مثلا احفظ القانون المهم او المفروض ان انا احفظه. وبالمناسبه الفيزياء مش حفظ نهائي، الفيزياء فهم، بالذات النظام الحديث فهم بطريقه عاليه جدا، ما فيهاش حفظ تقريبا غير في الفيزياء الحديثه في شويه حفظ حلوين، انما في اول 4 فصول يعتبر ما فيش حفظ كتير خالص. بعد ما ذاكرت وفهمت القوانين دي كويس جدا وفهمت ايه هي علاقاتها ببعضيها، باجي بقى لاهم نقطه واكتر نقطه مؤثره
هي كنت بقعد احل اسئله قدر المستطاع. بعد ما بخلص اسئله المدرس الواجب بتاعي كنت بجيب كتاب خارجي سواء كتاب الامتحان، وده طبعا مميز جدا في اسئلته في الفيزياء. كان في كذا كتاب برده كان كويس، بس انا الصراحه كنت مهتم بكتاب الامتحان. كنت بجيب كتاب الامتحان سواء خارجي او سواء كنت بحمله على التليفون بتاعي او على التابلت. كنت بجيب كتاب الامتحان واحل منه الاسئله، والاسئله طبعا اكيد طبعا فيها اسئله كتيره جدا ما كنتش بعرف احلها كتيره جدا. كنت بنقلها في كشكول صغير او ورقتين واروح اوريها للمدرس بتاعي. كنت بعرفه لو سمحت يا مستر انا مش عارف احل الكام سؤال دول، عايز افهم بيتحلوا ازاي. مع الوقت ومع المواظبه ومع الالتزام ابتديت ان انا افهم اسئله الفيزياء وابتديت ان انا احبها. طبعا اكيد طبعا هيجي قدامك 200 300 سؤال مش عارف تحلهم، دي حاجه طبيعيه جدا، حاجه بديهيه، مش شرط ان انت اي سؤال يقابلك تبقى بتعرف تحله. فدي كانت اهم النقاط في الفيزياء لازم انت تتبعها، ولازم يبقى معاك آلة طبعا 24 ساعة في الفيزياء. واهم حاجة انك تحل عليها على قد ما تقدر. طول ما انت بتذاكر فيزياء حل، هي كده الفيزياء حل والكيمياء حل، مش مذاكره وقرايه وخلاص. لو قريت وما حلتش يبقى انت كده ما عملتش اي حاجه، والدرس اسبوع اسبوعين هتلاقيه طار من دماغك ولا كأنك فتحته. فعشان تثبت الدرس في دماغك لازم تبقى بتحل اسئله بعد ما بتخلص الدرس بتاعك. بس كده ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، وعرفتكم اسهل طريقه واحسن طريقه تذاكر بيها فيزياء. لو محتاج اي حاجه هتلاقيني سايب لك في البايو فيديوهات قديمه انا كنت اعملها بخصوص الكلام اللي انا قلته ده. هتلاقيني سايب لك جروب التليجرام ان شاء الله تحققوا لنفسكم فيه وتبقوا حاجه كبيره ان شاء الله. ربنا يا رب يكرمكم. السلام عليكم.